مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللهجة المغربية. هذا الدرس في الحقيقة هو استدراك لما فاتنا في الدرس الثالث بخصوص الاستفهام. سنرى فيه إن شاء الله أمثلة جديدة. رأينا في الجزء الأول عدة أدوات للاستفهام، ولاحظنا أن أغلبها يتركب من أداة آش، لكننا لم نحدد أننا يمكننا أن نقسمها إلى نوعين. النوع الأول، تأتي آش في أول أداة الاستفهام. مثال: شكون؟ من؟ شكون أنت؟ من أنت؟ شحال؟ كم؟ بشحال كتبيع؟ بكم تبيع؟ أشنو؟ ماذا؟ أشنو واقع؟ ماذا يحدث؟ النوع الثاني، تأتي آش في آخر أداة الاستفهام. كيفاش؟ واختصارها كي، تعني كيف. كيفاش؟ كي داير؟ كيف حالك؟ فوقتاش؟ متى؟ فوقتاش غادي يبدا الماتش؟ متى ستبدأ المباراة؟ علاش؟ لماذا؟ علاش ما جيتيش؟ لماذا لم تأتي؟ باش؟ بماذا؟ باش كتحس؟ بماذا تحس؟ فاش؟ في ماذا؟ في أي؟ فاش كتقرأ؟ في أي قسم أو مستوى تدرس؟ هذا إضافة إلى الأدوات التي رأيناها سابقا كفين، أين، منين، من أين. يرجى مراجعة الجزء الأول لذلك. وهناك أداة كنت قد نسيتها، وهي إين، تعني أي. إين واحد فيهم؟ أي واحد بينهم؟ إين ساعة غنمشيو؟ أي ساعة سنذهب؟ هذا طبعا اجتهاد مني لمحاولة تسهيل الفهم، والله المعين. إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله تعالى.